في محافظة ديالى لتشيع روح المحبة والجمال والسلام بدلا عن الموت والخراب عبر تنظيف الشوارع وزراعة الشتلات والورود. تفاصيل أوفى في تقرير هادي العنبكي. معاني هذه الكلمات جسدت بالكامل في هذه الحملة التي انطلقت في محافظة ديالى وأطلق عليها محافظة أجمل، وتهدف إلى إشاعة روح المحبة والجمال والسلام بدلا عن الموت والخراب. الحملة التي شملت تنظيف الشوارع وزراعة الشتلات والورود انطلقت في ساحة القدس الواقعة إلى الشمال من مدينة بعقوبة، لكنها ستشمل الأحياء الآمنة والساخنة على حد سواء. اوجه رساله كل شاب عراقي انه بدل ما يزرع عبو او يزرع اي شيء من ذن السوالف، انه لازم يزرع الورد، لانه الورد هو الخير، هو كل شيء ورد جميل الوانه حلوه بس بدك تباوع عليها. فانا اتمنى من كل شاب عراقي يجي ويانا يعاوننا بهاي الحمله. اليوم احنا جينا نخبه من سكنه محافظه ديالى، جينا تحت برنامج محافظتي اجمل، جينا نغرس الورد في محافظه ديالى ونضع بها السلام والمحبة والأخوة بين محافظة ديالى. ديالى طبعا هي محافظة عريقة تشتهر بزراعة البرتقال، تشتهر بالأشجار. كتلة الأحرار التي استلمت رئاسة مجلس محافظة ديالى أشرفت على الحملة بمشاركة بلدية بعقوبة وطلبة من مختلف المراحل الدراسية، وأعلنت أن قرار المحكمة الإدارية الذي أبطل شرعية جلسة انتخاب المناصب المهمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لن يؤثر على عمل الأعضاء. مجالس المحافظات هي مجالس خدمية، الخدمة أولا من أولوياتها الخدمة، تقديم الخدمة للمواطن، لذلك سنسعى جاهدين ولا تهمنا المناصب حقيقة ولن تؤثر على عملنا. أنا كنت رئيس مجلس وخرجت في حملة، واليوم يوجد قرار من المحكمة وأخرج في حملة. نحن طلاب ثانوية ابن النديم للبنين، جينا نساهم بنظافة ساحة القدس في ديالى بعقوبة. نزع وردة من أجل وطن جميل وحلو. مديرية بلدية بعقوبة أعلنت جاهزيتها لتحويل المدينة التي توصف بالساخنة إلى ربيع دائم، وأن هناك خطة لزراعة 15,000 شتلة تشمل جميع الأحياء. حاليا في بلدية بعقوبة يوجد هناك مشتل جاهز لزراعة الشتلات وتوفير الشتلات اللازمة لزراعتها داخل مدينة بعقوبة. هذا المشتل يحوي حاليا على 15,000 شتلة، 4,000 شتلة حاليا جاهزة للزراعة وبدينا بزراعتها، أما باقي الشتلات ستجهز إن شاء الله في الربيع القادم. يشمل جميع المناطق؟ هذا حقيقة يشمل جميع المناطق اللي تم إكمال الأعمال المدنية من تبليط وأرصفة بهاي المناطق تشملها الزراعة. بغض النظر عن سخونة المشهد الأمني الآمنة والساخنة على حد سواء مثلا؟ أكيد إحنا كدائرة خدمية إحنا ما الجانب الأمني ما يوقفنا، لأن إحنا نشمل أو نسوي الخدمات لجميع مناطق مدينة بعقوبة. أن تزرع الورود في هذا المكان خير لك من زرع العبوات الناسفة واللاصقة في أماكن أخرى من محافظة ديالى التي لا تحتاج المزيد من الدمار والقتل والتهجير. من ساحة القدس شمال محافظة ديالى، هادي العنبكي، الحرة. فاصل أخير مشاهدينا ونعود لفتح الملف الرياضي والاجتماعي.